أخبار الكاراتيه، تغطية لأهم البطولات والمنافسات والدورات، لقاءات مصورة مع أهم رموز اللعبة، أحلام يشاركنا بها الجمهور. كل هذا تجده فقط على رصد كاراتيه مصر، إعلام يصنعه الجمهور. السلام عليكم. شبكة رصد كاراتيه مصر بترحب بحضرتك وبنهنيك أولا إن أنت حصلت دلوقتي على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى. كابتن مصطفى، حضرتك بطل عالم. أنا هبتدي مع حضرتك من النقطة ديت. هل تشعر بقيمتك زي في مصر زي ما بتشعر بيها بره في البطولات الدولية بمعنى أكبر؟ هل أنت حاسس إن أنت ليك شأن أو ليك قيمة زي مثلا لعيب الكورة والألعاب التانية؟ لا طبعا، لا مقارنه يعني مفيش اي مقارنه بيننا وبين لعيبه الكوره او بين اي فرقه تانية. احنا في مصر بصراحه مش حاسين بقيمتنا خالص. احنا لما بنطلع بره بنحس بقيمتنا اكتر. الناس بره بتقدرنا اكتر ويعني تحترمنا اكتر بصراحه، بتقدر مجهودنا وبتقدر بطولاتنا وبتقدر انجازاتنا. مش انا بس، يعني عموما منتخب مصر الكاراتيه حضرتك عارف ما شاء الله، يعني انجازات ملاش اول من اخر ما شاء الله، يعني ربنا يزيد. هنا في مصر لسه مفيش بصراحه التقدير اللي احنا المفروض نستحقه يعني. طيب كابتن مصطفى، خلينا عشان الناس يمكن الفيديو ده هيبقى على الانترنت وهيبقى للجمهور بصفة عامة سواء كاراتيه او غيره، خلينا اطلالة سريعة كده انجازات كابتن مصطفى في الفترة اللي فاتت في البطولات الدولية، او اهم الانجازات على الاقل، يعني بحيث ان نعرف الناس مين هو كابتن مصطفى. والله هو طبعا اهم الانجازات اللي انا ما اقدرش طبعا انساها في حياتي الحمد لله يعني. اول عالم شباب وثالث عالم كبار، دول طبعا انجازين الحمد لله يعني، بفضل ربنا ما اقدرش انساهم. في بقى الحمد لله اول عالم برضو جماعي، يعني الحمد لله اول فردي وجماعي شباب، وثالث عالم كبار فردي وجماعي، واخر بطولة عالم في صربيا في 2010 جبت خامس. الحمد لله اول عرب بحر متوسط. المكافأة اللي حصلت عليها بعد حصولك على بطولة العالم، خليني اسألك السؤال دوت مش عشان اعرف هو انت بتاخد ايه او كده، ولكن عشان نعرف الناس يعني انت بتقيم وبتقدر هنا في مصر ازاي؟ يعني حته المكافآت دي احنا اتكلمنا فيها كتير طبعا، ومفيش اي مقارنه بالانجاز اللي احنا بنعمله والمجهود اللي احنا بنعمله والمصاريف اللي بتصرف علينا واللي احنا بنصرفها في مقابل المكافاه اللي احنا بناخدها. لكن انا لو حبيت اقول لك يعني كده مكافآت بطولات العالم شكلها ايه. بطوله العالم للكبار اللي بيجيب اول عالم كبار اللي هي اكبر بطوله في الكاراتيه على مستوى العالم بياخد من الوزاره 67,500. طب وهل لك اي تأمين صحي؟ هل لك اي حاجة لو انت مثلا جيت بطلت دلوقتي او لا قدر الله حصل اي حاجة، هل انت ليك ارتباط باي جهة في مصر؟ هل ليك دعم بيدعموك في اي حاجة؟ لا خالص، مفيش اي لا تأمين ولا دعم ولا اي حاجة. اللي بيبطل خلاص بقى بيقعد في بيتهم. طيب خلينا نقول دلوقتي لو كابتن مصطفى قاعد قدام رئيس المجلس القومي للرياضة وبيتكلم معاه، هتقول له ايه اهم الاولويات او النقاط اللي انت بتطلب منه ان هو يمضي عليها؟ يعني حاجه اقول له امضي واعمل لي قرار بكذا. هقول له امضي ان انت توعد الرياضيين كلهم كل الالعاب ان انت تقدره فعلا، تقدره على قد مستوى انجازه. طيب كابتن مصطفى، سؤال خلينا نسرب خارج السرب، ودي فرصه ان انا بعمل حوار معاك دلوقتي واول مره اعمل معاك الحوار دوت. كابتن مصطفى اراك ملتحي خلاص، هل انت بتجد صعوبة في النظام السابق؟ كنت بتجد صعوبة في ممارسة اللعبة؟ هل تعرضت لأي مضايقات أو أي مشاكل؟ بصراحة أنا عشان رياضي الحمد لله ما كانش حاصل أي مضايقات يعني. الحمد لله ملتحي من أول سنة 2008 بقى الحمد لله فترة يعني. ولما بتطلع بره هل كيف بينظروا ليك؟ هو الهدف بصراحة بره يعني، احنا الواحد الحمد لله يعني ربنا تقبل منه يعني. نيته ان هو يوري بره الناس ان الصوره كويسه للانسان المسلم، يعني ان هم يعرفوا ان المسلمين الانسان الملتزم الملتحي ده بطل، يعني مش ناس جهله ولا ناس فاكرين المصريين دول وخاصه قاعدين بقى جنب الاهرامات وفي الصحراء ومش عارف ايه. لا احنا بنميل لهم ان احنا ناس متحضره جدا الحمد لله. انت دي بتحمل معنى كده انت بتحمل رساله في سفرياتك وبطولاتك وبتحاول توصل الرساله دي بره. طبعا هو هدفنا كلنا يعني اللي ربنا يعني يعيننا عليه، يعني ان هو هدف يعني رساله احنا بنوصلها للعالم كله الغير اسلامي، بنبين لهم مين هم المسلمين يعني عشان يعرفوا مين هم المسلمين. السؤال الاخير، حلم حياتك يا كابتن مصطفى،
حلم حياتك اللي بتحلم بتحقيقه في حياتك كلها، ليس في الرياضة فقط أو في غيرها، ولكن حياتك كلها. حلم حياتي ان هي تبتدي بخطوات، يعني ما اقدرش اقول يعني حلم العام. هو حلم هدف عام. هو حلم يعني في خطوات عشان الواحد يوصل له يعني. حلم حياتي بصراحة ان انا اشوف الدول الاسلامية كلها يطبق فيها يعني شرع ربنا يعني. خلافة إسلامية مثلا؟ ايه؟ خلافة إسلامية مثلا؟ ليه لا، الواحد يتمنى بصراحة. أنت إخواني ولا سلفي يا كابتن؟ انا مسلم يعني. أنت مسلم. طبعا السلفيه، اصل السلفيه لا، مسلم سلفي طبعا يعني، لان السلفيه حضرتك عارف مش جماعه يعني. السلفيه منهج. فكلنا سلفيين. كلنا المفروض المسلمين كلهم سلفيين. تتبع بقى لجماعه دي حاجه تانية. طيب. عشان برضه ابينها يعني، انا مؤيد لحزب يعني عشان برضه الناس تبقى فاهمه، انا مؤيد لحزب الحريه والعداله مثلا. تمام. للاخوان المسلمين يعني، بس ما اقدرش اقول ان انا اخواني. تمام انا فاهم، مؤيد للنموذج وللفكره لفكره الحزب ان هو كسياسيه. انا مقتنع ان الاخوان هم الاصلح للفتره دي، المرحله دي بالظبط. هي دي الفكره. انما انا احب جدا التزام السلفيين. واحب قوي ان انا يعني حتى كل الشيوخ اللي اسمع لهم الحمد لله سلفيين. تمام. وامشي تبع المنهج السلفي. تمام. لكن الفكره سياسيا فضلت على حسب يعني. في ممكن يكون في مناطق ثانيه حزب النور هو في ناس افضل. في ناس افضل يعني. ما هي الفكره في ان انت عشان هي دوائر طبعا، في دايرتك مين الافضل. اخوان سلفي مش مهم، الفكره مين الافضل بس. طيب كلمه اخيره لرصد كاراتيه مصر اللي بتعمل مع حضرتك الحوار، تقول ايه للشبكه رصد كاراتيه مصر على الفيسبوك؟ طبعا بشكرهم جدا على المجهود اللي هم بيعملوه معانا واهتمامهم بينا، وان هم على قد ما يقدروا الحمد لله يعني ربنا يكرمهم بيحاولوا يوصلوا صورتنا ومجهودنا للناس كلها على مستوى العالم. طبعا حضرتك عارف الفيسبوك ده يعني العالم كله. الامنيه الثانيه ان انا بتمناها في مصر يعني ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يكسب انتخابات الرئاسه. ان شاء الله ربنا يولي من يصلح ان شاء الله. ويعني يكون لمصرنا الحبيبه شأن افضل وافضل من شأنها في السابق ان شاء الله. امين. شكرا جزيلا. حسابه على خير يعني، ربنا يولي من يصلح. شكرا جزيلا لحضرتك.